مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بكل تفاصيلها وتركاتها. كفتة كده هتاكلوها يعني حاجة بجد كأنكم شارينها من عند الحاتي، طرية وشوز وطعمها جميل وما فكتش، ما بتفك يعني ما بتفكش، وفي نفس الوقت طرية كده وجميلة وحاجة بجد تحفة. اول حاجة انا معايا كيلو من اللحمة، لا معايا كيلو 750 جرام من اللحمة. حطيت عليها ربع كيلو من الدهن، اي دهن بقى موجود عندك، دهن بقري، دهن جاموسي، حتى لو عندك ليا ممكن تحطيها. وبعد ما فرمتهم مع بعض حطيت طبق زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطيت فحمايه علشان تديني بقى ايه ريحه الشوي كده، لان طبعا انا مش هشويها على فحم ولا هشغل ولا هحطها في الفرن. هعملها كده على البوتاجاز من فوق على الجريل. بس عايزه اقول لكم انكم هتاكلوا احلى كفته، بجد كفته روعه وجميله وطريه وما كشتش وهشه من جواها كده، بحاجه بجد تحفه قوي قوي يا جماعه. طبعا اللي بيشوفني بقى لاول مره يا ريت يشترك في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلوك كل وصفاتي، وتبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم. ويلا نشوف بقى مقاديرنا الجميله دي. اول حاجه زي ما انا قلت لكم معايا 750 من اللحمه، حطيت عليها ربع كيلو من الدهن. ومعايا بقى نزلت كمان باربع معالق من البقسماط، نزلت عليهم ببياض بيضه، نزلت بالتوابل بتاعتي عباره عن ملح وكمون وبصل وتوم باودر، بابريكا، توابل فراخ. ونزلت ببصلايه، طبعا البصلايه ديت انا نزلت منها الميه، وزي ما حضراتكم شايفين كده بلم العجينه كلها مع بعضها. عايزين يبقى لها كده عرق، هتلاقي كده في خيوط طالعه بعد ما نعجنها كده عجنه كويسه، هنلاقي بقى كده ايه مشبكه كده بالخيوط كده، تبقى المظبوطه معانا. هنزل عليها كمان كيس من النشا، وطبعا دي هتدي بقى طراوه وهتدي هشاشه كده للكفته بتاعتنا، مع معلقه من البيكنج باودر. يعني كلها مقاديرنا كلها موجوده في البيت وسهله وبسيطه جدا، بس هتاكلي احلى كفته. المعلقه ديت معلقه بيكنج باودر، طبعا البيكنج باودر كده بيفتح الكفته ويخليها هشه كده وحلوه. والنشا ديت ماده رابطه هي والبيض والبقسماط. هعجنها بقى كلها كده مع بعضها، طبعا عجنه حلوه جميله كده، واسيبها ترتاح في التلاجة لمده مثلا نص ساعه. شايفين بقى انا بوريكم الانسجه بتاعتها، هي ده المطلوب بقى عشان تدينا نتيجه الكفته الجميله. طبعا دي حته شغته كده فطلعها منها. هلمها بقى واحطها في التلاجة، اسيبها ترتاح شويه، ونيجي نعمل مع بعض بقى ايه الرز اللي هنعمله جنب منه. لا الاول هصبحها الاول، انا كده بقى هي ارتاحت وهجيبها بقى اصبحها. ممكن تصبحها بقى على شيش طاووق، او تعمليها على سيخ زي ده، او بمعلقه، او اي حاجه عندك. دي ميه البصل اللي نزلت من البصل، هبل ايدي بقى في البصل، وفي نفس الوقت هصبح على السيخ بتاع الشاوي. انا طبعا مش هشويها على فحم ولا هشويها في البوتاجاز، هشويها على الجريل بتاعنا من فوق. طبعا شايفين بقى قوامها حلو وجميله ومتنزلش من على السيخ وجميله جدا، وطبعا مش هتكش معانا، هتبقى جميله جدا يا جماعه. انا كده بقى بقطعها اهوت، بسبحها على السيخ، وبعد كده هخلص كل الكميه وارجع لكم تاني. ده طبعا الكميه اللي طلعت معانا اهي، شايفين بقى الصابع كبير وحلو وجميله يعني مش هتكش عن كده، هتبقى نفس الحجم ده. طبعا الدنيا بيديها طعم وبيديها نفس، وانا ما حطيتش عليها اي اضافات تانية غير اللي انا قلت لكم عليها ديت. فطبعا يعني هتاكلوا احلى كفته حاتي. هاخدها بقى على الجريل بتاعنا، الجريل بقى يسخن كده، واحط نقطه زيت. ده انا هعمل الرز الاول بقى، هسيب الكفته ترتاح برده شويه، لان طبعا انا مش هعملها الا ساعه نكون هناكل عشان تبقى سخنه معانا. طبعا معايا بقى حله، ونزلت بقى بمعلقتين من السمنه على الزبد على الزيت، ونزلت ببصلايه هنحمرها كده تحميره خفيفه. طبعا زي ما انا معوداكم كده ان انا ما بحمرش البصلايه قوي، بخليها يدوبك نص تحميره.
واول ما البصله بتاعتنا تتحمر حاجه بسيطه كده، بنزل بالتوابل بتاعتي والاعشاب زي ورق اللورا، الحبهان. طبعا ما بحبش نحط فيها قرفه علشان انا ولادي ما بيحبوش القرفه، بحط حبهان بس، بحط ورق لورا اهوت يا دوبك بس كده ياخدوا تشويحه مع البصل. هنزل بقى بالتوابل، كركم، كمون، كمون وتوابل فراخ وفلفل اسمر كركم وفلفل اسمر وتوابل فراخ وتاني اللهم صل على بابريكا. طبعا الوصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره ياريت تشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلك كل وصفاتي، وشجعوني كده. انا يعني نفسي كده تقفوا جنب مني كده نكمل 1000 مشترك، فبالله عليكم يعني تدعموني، واللي يشوفني يا ريت يحط لي لايك يا جماعه. طبعا بقى هحط كمان مكعب من مرقه الدجاج، بتدي طعم خرافه للرز. والرز بتاعنا رز مصري عادي، مش هعمله برز بسمتي ولا حاجه. طبعا معايا بقى كيلو من الرز المصري، غسلته كويس ونزلت على التوابل بتاعتنا وعلى البصل. اظبط بقى ملح واسيبه ينشف يستوي مع بعضه كده، واوريكم بقى نعمل ايه تاني. طبعا انا زودته، هحط الملح بقى واغطيه واسيبه يستوي. طبعا برحب بمتابعين الجداد وبقول لهم اهلا وسهلا بكم في قناتي. وجودكم على راسي من فوق، انا بجد فرحانه بكم قوي وسعيده، واتمنى كده ان انتوا تدعموني وتقفوا جنب مني عشان نوصل ل1000 مشترك يا جماعه. ويا ريت ما تبخلوش عليا بكومنتاتكم، عايزه كومنتاتكم برضو، كومنتاتكم بتفرحني وبتسعدني لما بسمع كومنت حلو بيشجعني وبيبسطني، فيا ريت ما تبخلوش عليا باللايك ولا تبخلوا عليا بالكومنتات. طبعا هو خلاص بقى قرب يتشرب اهوت، وهقلبه مع بعضه برضو، وهسيبه كده على نار هاديه لما يتشرب خالص ويستوي معانا. هغطي بقى واقفل عليه وكده يعتبر استوى بقى زي الفل. وهنيجي بقى للكفته بتاعتنا. معايا الجريل اهوت، هحط فيه انزل بيه بمعلقه من الزيت، حاجه بسيطه خالص. طبعا ميه البصل اللي فضلت معايا هحط فيها معلقه من الصلصه طماطم عاديه خالص، وهحط ملح ومعلقه من الزيت. ودي بقى اللي هدهن بها الكفته بتاعتنا، تدي لها لمعه كده وتدي لها ايه طراوه وتخليها حلو. بعد ما الجريل بتاعنا سخن، هنزل بقى بالكفته بتاعتنا وارصها بالشكل ده. عايزه اقول لكم هتاكلوا احلى كفته بجد، تحفه. كفته طعمها جميل جدا وطريه وشوز وحاجه بجد يا جماعه، روعه جدا جدا. طبعا بقى زي ما قلت لكم كده، الطبق اللي انا عامله فيه صلصه بميه البصل، حط عليها معلقه زيت بملح، وبالفرشه كده وببل الكفته بتاعتنا. وطبعا بقى الكفته لما تاخد وش من تحت، تحمرها من تحت، هقلبها على الجنب التاني. يعني حاجه سهله خالص بسيطه، ولا هنقف بقى نشوي بقى في الحر ده، ولا نعمل دخنه، ولا نشغل الفرن، ولا نعمل اي حاجه، على عين البوتاجاز في ثانيه. شايفين الكفتايه ما كشتش وطلع زي الفل. اوريكم بقى انها شفتوا طريه خالص، طريه زي الملبن وجميله جدا. يعني بجد طعمها تحفه، مش عايزه يعني مش قادره اقول لكم ولا قادره اوصف لكم على طعمتها وحلاوتها. كانت بجد كفته جميله جدا يا جماعه.
شايفين قدام عينيكم اهوت الصبع بصبعه، الكفته طريه جميله، يعني فتحه من جوه زي الفل. طبعا دي كان اول دور. بعد كده هخلص بقيه الكميه بقى وارجع لكم تاني. كده انا خلصت بقى الكميه كلها. هجيب بقى فحمايه برده واحطها كده في نص الجريل بتاعنا، وهدلق عليها معلقه زيت عشان برده تديني ريحه الشوي بتاعه الحاتي وتخلي نفسها جميل. بعد كده بقى هغطيها بغطا واسيبها شويه. وهنيجي بقى للتقديم بتاعنا، وديت كانت غدانا النهارده. ودي كفتتنا النهارده، عملنا جنب منها سلطه والرز، وكنت عامله جنب منها شيبسي برضو في البيت، شيبسي منزلي، وعملت طحينه زي ما حضراتكم شايفين اهوت. شايفين بقى الجمال وروعه بجد. شويه كفته يا جماعه يستاهلوا بقكم، حاجه بجد تحفه وجميله. شايفين الصبع طري خالص، طري خالص، لوبيا كده، يعني حاجه جميله جدا وطعمه تحفه وجميل. اتمنى انكم تجربوها، تكتبوا لي في الكومنتات، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.